سألنا الناس في الشركة ايه هي اكتر حاجة ممكن تفرح والدتك في عيد الام. انا امي بتحبني، هي مجرد ما تشوفني خلاص الموضوع غلط. هي عادة ما بتطلبش حاجة معينة يعني، بس أهم حاجة إن أنا أكون مبسوطة وسعيدة يعني. أقول لها كل سنة وهي طيبة وكل سنة وهي نقطة ضعف. اكتر حاجه ممكن تفرحها ان انا مثلا اجيب لها حاجه هي بتحبها. ممكن مثلا افاجئها بحاجه هي مثلا كان نفسها ان انا اعملها. انها طبعا تشوفني مبسوط وناجح في شغلي وفي حياتي عموما يعني. بصراحه ان ربنا ياخدني من اللاعب ده. لا يا ماني بوكت كده وهي بتعمل ايه. لا والدتي قنوعه يعني، ابتسامتنا كفايه، بس مش عادي عيد الام غير لما اجيب اكيد طبعا. لا لسه كفايه وجودي. داخل على رمضان بقى. ان انا اصحى بدري. بتتعب معايا الصبح. ان احنا نكون مبسوطين وبنحقق اللي احنا عايزينه. ان اكيد اكون ناجح واكون في احسن حال على طول ولها هديه بسيطه كده. لو في رساله ممكن تتوجه لها، مفيش يعني، ما اعتقدش ان في حاجه احسن من كلمه شكرا. شكرا بقى شامله كل حاجه، شكرا على كل حاجه حصلت، كل حاجه هتحصل، على كل المواقف، كل نصيحه نصحتها لنا، كل قرار خدته صح عننا، وعلى كل اللي هتعمليه، وربنا يخليك لنا دايما. الدعوة اللي بحب أدعيها دايما إن يا رب ربنا ما يجعلش اختباراتي في الدنيا فيهم. انا في حياتها كفايه بس. اكتر حاجه تفرح ماما في عيد الام ان احنا نكون كويسين وبخير، وان احنا دايما انا واخواتي نكون ناجحين ومبسوطين في حياتنا. انا عايز اقول لها ان انا بحبك جدا وكل سنه وانت طيبه وربنا يخليك لنا طول العمر يا رب. كل سنه وانت طيبه، وطبعا انا لو قدمت لك حياتي كلها تبقى قليله بالنسبه لك، بالنسبه لتعبك اللي انت اديته لنا ومجهودك وسهرك معانا. بجد ربنا يخليك لينا، ورب دايما تبقى فرحانه في حياتك وبصحه وبسلامه كده. ان شاء الله يعني ان انا ابقى انجح حد في الدنيا وتشوفني على طول في مكانه كويسه ان شاء الله يعني. مهما كانت الهدية فرحتها دايما مربوطة بسعادتنا. كل سنة وانت منورة الدنيا يا ست الكل.